هذا بلاك كلوفر اللي العالم كامل المغاربه كاملين كيتسناو يرجع بحلقات جديده. اسطى ولد يتيم محزوق عليه القضيه، كيمشي كيدوز الباك ديال السحاره، كل سحار كيختاروا شي كتاب الا اسطى دا كتاب ما اختاروا، تجمع فيه مسكين كلشي، الفقر وما عندوش السحر ومظلوم، والدري اللي بغاه في الحلال رفضاتو وفيه الفرع، ومع ذلك ما مسوقش لهاد النحس اللي طاح عليه وعطاه لونطريما، والهدف ديالو لي امبراطور السحر ساسكي. زعما بغيت نقول يونو ولد الكاتب دري زوين وعنده القوه، اختاروا كتاب ورقه البرسيم اللي فيه 4 النباتات، ولكن بعد اسطى كتيسر ليه القضيه وكيختاروا يا مسكي هيرو باش ينضم الأسوأ فرقة في نظر الناس، ولكن هي في الحقيقة أفضل فرقة وعامرة غا بالحمار. وحدة سكيري كتطلب سوتيامات ودو بياس وعطاها غير الشراب. فينرا النسخة ديال سانجي في التعناب، ومع ذلك الله يعمرها دار، والدور ديال فينرا في الفرقة هو توصل يامال الطواليت بكل سهولة وأمان. نويل المتكبرة المتخززة اللي حاسة براسها حنتيا من عائلة ملكية، تقول لها السلام تقولك سكتي داك الفقير البائس، أنا ماشي من مستواك، وهادشي كامل ديال الكبرياء والغرور في الآخر طاحت في أسطى. وحدة مقابلة غير كرشة وكتطل تحلم بيونو، وهاد خينا المهرج كريزي مان ما كتفهم فيه التعبه ولكن ظريف وبغى اعضاء الفرقه يكونوا صحابو. هادي كتطل تمتم وتحشم، والصراحه مستفزه وما عنديش معاها هي، وكانت في الاول دايره بحال شي غول. وكاين هاد الهبيل ديال الكوش المهووس بختو الصغيره، وما يمكنش فيما بان خاص يهضر على اختو ماري 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 ماري، سواء كنتي صاحب ولا في نفس الفرقه معاه، غير جبت قدامو سميت اختو صافي الله يرحمك. كنتفكر نهار اسطى كانت لاصقه فيه ماري واش ركباتو السخانه في عظامو جا الحماق وبغى يقتل اسطى. امجد اخ ممكن تشوفو الجارح ماغنم والبيسبول، واخا فرع وكيسمك الودنين ولكن نازي، وصاحبو مول الطولات ديما مطلع عليه وشاد فيه. هاد لاك فيه الجنون ديال المدابزه اللي شافو خاص يدابز معاه. يامي القائد العظيم المهيب الخراي، 24 ساعه هو ساكن في ديك الطواليت، والله واخا تكون كضرب الهنديه ما تجيك ديك الحاله. وقت ما تنتفكر يامي وقصتو مع الطواليت كيتيح في بالي ماجيلان وان بيس، تا بقى مقابل غير السهل تطيرو داك هانيبال من منصب الرئاسه. وديما فاش كيكون يامي جدي عرف راسك غتفرج في شي حاجه مهيبه، بالاخص دوك التدخلات اللي عنده، وغتبورش هي غتبورش. والتيتيزا ديال بلاك كلوفر شافرينا موان بيس، هانكوك ديال جوميا. وهو بيدي وأخيرا البنات تاكل بوني من داك الشرفيع. إلا جا عندكم شي واحد كضيف غليظ وبان لك مشحم وعنده شويه الحنقوره ديال الحمامه، غادي ومريح معاك عرفو، وكتعطيك الثلاجه عامره، عرف الثلاجه من هنا العشيه غير يصفوها. مزيان شي يتبث وشي يتساس. اسيدي انا نبوسك اسيدي فرق مني. اجي تشوف صاحبي شنو عندنا قرا صاحبي قرا نهني وشي واحد من انت المرض مالك ما قاريش اللغه العربيه؟ شنو هو هذا اصاحبي العبريه؟ نهني وشي واحد من المرض ديالو. وصافي يلا نمشي. يلا نمشي خويا. صباح نضرب معاك شي تصويره. مرحبا خويا. شكرا. اعتبر الاخوان السلام عليكم. صاحبنا الخراي. مريض اخويا ياك مريض؟ ايه اخويا. ايه واش بغيتي تهنى من المرض ديالك؟ ايه اخويا. ايه اخويا. هاد الانيم فاش يلاه خرج كان كلشي كيقول الفكره والشخصيات ديالو مكرره وانيميين. واش شفار هاد الانيم حامض، المؤلف شفر بزاف د الحوايج ولكن عطى اللمسه ديالو في الاحداث والشخصيات. ومنين دخل الانمي في المعقول كلشي ولا متبعو كيتسنى حلقه جديده كل سيمانه. دابا راه 3 سنين وهو غابر وتيقولوا غتكون شي اخبار جديده على هاد العام، او حتى ما كانوش شي حلقات جديده، بغينا غير شي فيلم عاوتاني، ولكن هاد المره يكمل لنا احداث اراك مملكه سبيد. وتخيل معايا دابا ولات كيلهبيل كل شهر كنتسنى يحطوا شي اخبار جديده عليه. الغموض اللي في عالم بلاك كلوفر متميز وكيخليك تعيش مغامره مع الشخصيات، كيفاش غيقدر اسطى يبني الطريق ديالو باش يولي ملك السحاره، والاعداء المهيبين اللي غيوقف في طريقهم باش يوصل لداكشي اللي بغا. الانمي وقع عليه بحال هانتر، وقف في بلاصه شاعله وعامره احداث. الفلاش باكات كانوا زوينين بحال ديال فانيسا متاسطه مع داك الشيطان اللي عنده في الكتاب. الشخصيات واخا كتحس بحال شفتيهم في شي بلاصه اخرى ولكن بالروج، ولكن شي وحدين ناضين منهم يامي وديك اللعبوه اخت ليغوليون هي وخوتها ناضين، نائب يامي وملك السحاره يوليوس، فانجانس ليخت واسطا وجاك، والاعظم بيناتهم سيكي.
كل شخصية عندها أفكار ومعتقدات خاصة بها، صعيب تختار أفضل الشخصيات بسبب تنوع الأفكار ديالهم والتطور اللي كيكون ماشي ثابت. سرد الأحداث ناضي عنده نوع من التميز، وداك التميز ولو يكون بسيط كيخليك ما تملش وديما مستمتع. وحتى الكاتب كيجمع بزاف العناصر في شي حدث بشكل متناسق، بحال الأكشن، الدراما، الغموض، الصدمات، وكيفاش كيبني الأحداث في البداية والنهاية ديالها. القتالات سواء كأنمي ولا مانغا، أنا متأكد أنك كمشاهد غتعجبك القتالات في بلاك كلوفر، واللي كيخلي القتالات زوينة هو تنوع القدرات وأساليب القتال، حيت المدابزات في بلاك كتعتمد على أمور كثيرة منها القدرات المضادة والبلاصة الخاصة بالمدابزة والحالة النفسية للشخصيات والذكاء والحذر. هادشي كيف أغلبية أعمال الشونين، ولكن كل عمل كيفاش كيخدم هاد العناصر. الكوميديا واعرة بزاف وكانوا شي لقطات مت فيهم الضحك، بالأخص الفرقة ديال العبال التيران السوداء. ولكن النقطة المهمة واللي كان الاستوديو عطاها حقها، كان غيكون الأنمي في مستوى آخر. كنهضر على الرسم والتحريك، الانتاج كان ضعيف في الانمي، بالاخص ديك 50-60 حلقه كانوا اخطاء كبيره. طبعا هادشي معروف على استوديو بيرو، ضروري كيكون عنده شي اغلاط، ولكن كان سبب اخر كالفصل بلاك كلوفر. كما كنعرفوا ان الانمي بقى مستمر لمده 4 سنين وداز بزاف المشاكل والجدول اللي خلاته يتكرفس في الانتاج. القصه كتبدا في جون فيستا في 2016 تحت هاد اوفر بلاك كلوفر من انتاج استوديو زيبيك، ولكن الاوفر ما نجحاتش. هادشي اللي خلى المنتجين يغيروا الاستوديو، وكان تنافس كبير على شكون اللي غياخذ العمل، ولكن استوديو بيرو قدر ياخذو. ومن ورا ما خداوه حتى التريلر الرسمي اللي كان فيه شي لقطات ما كاملناش من الحلقه الاولى والثانيه، يعني مسبقين التريلر وهما حتى الحلقه الاولى ما مكملينها في الانتاج. داز ضغط كبير وروين على المخرجين والانيميتورز في الاستوديو، ومع ذلك خرجوا لنا عمل عظيم ويستاهل المتابعه. فداك الشيء علاش الاستوديو غادي يعطي الوقت الكامل ديالو الموسم الجديد من الانمي ويعطي صوره احسن وجوده عاليه في الانتاج، بحال كما شفنا في اخر فيلم الانمي، حيت الاحداث اللي جايه تستاهل الصراحه.